اعزائي المتابعين، معاكم خالد عبد الواحد وحلقه جديده من ساكسونيا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. عامل ايه؟ صايم ولا زي كل سنه؟ يا لهوي! بما ان تم البدري بدري والايام بتجري ورمضان خلاص قرب يخلص، بتبدا تظهر مشكله بنعاني منها كلنا كل سنه ولحد دلوقتي، وهي ازاي تظبط نومك. الموضوع صعب جدا فعلا. على مدار 4 ايام في دراسه مفصله عملتها انا وواحد صاحبي، ان الانسان الطبيعي مش طبيعي اللي بيعمله في رمضان ده. الانسان بيحتاج 6 ساعات 7 ساعات، لكن انك تنام في الفواصل الاعلانيه دي جديده. يخلص رمضان ندخل في عيد، نخلص من عيد ندخل في عيد تاني، وهوب عيد عمال على عيد فلاح على عيد ميلاد جرحي انا، هوب دخل علينا رمضان تاني. اعتقد لو حد خبطته عربيه واترمى على الارض هينتهز الفرصه ويحاول يقيل شويه. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. نصيحتي ليك، حاول تاجل اي مشوار ملوش لازمه دلوقتي ونام شويه. زياره حماتك مثلا اجلها مش وقته او الغيها اصلا. استغفر الله العظيم يا رب، سامحني يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي بقوله ده؟ الواحد قله النوم بتخليه يقول حاجات غريبه، ولاقي برامج وكلام ورغي بحس ان الاعداد بتاعه امي واللي بتقدمه خالتي، بتكلمني عن فوائد النوم وضروره تظبيط اليوم. اقول لك ما نام تقول لي نام. وكفايه بقى عشان عايز انام. رمضان كريم عليكم وتصبحوا على خير، فوتكم بعافيه.